انا شايف وده من وجهه نظري ان الفلاش ده من انجح الفلاشات اللي عملتها شركه جودوكس، وده لاسباب كتير. ليه بفضل الفلاش ال 860 عن الفي 1؟ اول حاجه ممكن ما تفرقش مع ناس كتير، بس هي حاجه مهمه جدا، وهي الزوم بتاع الفلاش. ال 860 بيبتدي من اول 20 وبيوصل معايا لغايه 200، ولو رفعت الوايد كارد بيبقى وايد انجل وهي 14، ودي زاويه واسعه جدا عشان الفلاش اول ما يضرب يخبط في الورقه دي ويرد على الشخص اللي انا بصوره. اما بقى في الفي 1 فاول حاجه هي 28 وبيوصل ل 105، ودي اقصى حاجه، وما فيهوش وايد كارد. ده غير ان الهيد بتاعت ال 860 بتلف 360 درجه، اما الفي 1 فهي بتلف 330 درجه بس. ال 860 الباور بتاعه بيتقاس بالجي ان، وهي الجايد نمبر. الجايد نمبر بتاعه هو 60 متر. اما الفي 1 فهو مختلف شويه، وبيعتبروه لايت هيد باور، وبيتقاس بالوات، والوات بتاعه 76 واط. الاثنين فيهم تي تي ال، والاثنين برضه فيهم اتش اس اس، وبيوصل لغايه 8000. نيجي بقى للحاجه الاهم واللي كانت بالنسبه لي هي الديل بريكر، وهي بطاريه الفي 1 اول ما نزلت كانت 2600 ملي امبير، وبعدين عدلوها في الموديلات الحديثه وخلوها 2980 ملي امبير. اما بقى بطاريه 860 هي 2000 ملي امبير. طب ما كده الفي 1 يبقى اعلى، مش محتاجه اقول لك. لا، بطاريه الفي 1 بتقعد 480 ضربه على الفول باور، ده بعد التعديل بتاع البطاريه. اما بقى صاحبي وحبيبي ال 860 البطاريه الاقل بتاعته بتقعد لغايه 650 ضربه واحد على واحد. انتوا متخيلين الفرق؟ وبما ان الفي 1 احدث والبطاريه بتاعته اعلى، المفروض الريسايكل تايم بتاعه يبقى اسرع، بس لا، برضه الاثنين نفس الريسايكل تايم وهو ثانيه ونص. عشان كده انا اخترت 860 فيرجن 2. قول لي بقى انت بتفضل انهي فلاش فيهم؟ وبس كده، سلام.